يا أهلاً بكل البايونيرز. النهاردة معانا شرح مهم جداً لأحدث حاجة نزلت في محفظة باي. تحديث هيغير شكل كل حاجة على شبكة الاختبار أو التست نت. يلا بينا نشوف إيه الجديد. التحديث ده بيفتح الباب لأدوات جديدة وقوية جدا في عالم التمويل اللامركزي اللي بنقول عليه DeFi. يعني إيه DeFi؟ ببساطة نظام مالي مفهوش وسطاء زي البنوك، والشرح ده هيفهمنا كل حاجة خطوة بخطوة. الكور تيم أو الفريق الأساسي نزل واجهة استخدام جديدة خالص. هدفها إيه؟ هدفها إننا كلنا نتعلم إزاي نستخدم الأدوات دي وإحنا في الأمان، ودي طبعاً فرصة عظيمة نتدرب عليها قبل ما كل حاجة تنزل بشكل رسمي على الشبكة الرئيسية أو المنت. وأهم نقطة لازم نركز عليها إن كل اللي بنتكلم فيه ده بيحصل فين؟ على التست نت. يعني زي ما تقولوا كده ملعب تدريب، بيئة أمانة 100% عشان نتعلم ونجرب براحتنا من غير أي قلق أو أي مخاطرة، بالظبط زي ما لاعب الكورة بيسخن قبل الماتش المهم. طيب يلا بينا ندخل في الموضوع على طول ونستكشف التحديث الجامد ده. أول ما نفتح محفظة باي، أول حاجة هتخطف عينينا هي تاب أو تبويب جديد اسمه توكنز. التبويب ده بقى هو غرفة العمليات بتاعتنا، هو مركز التحكم اللي هندير منه كل حاجة جديدة هنتكلم عنها. من هنا بالظبط هنقدر نتحكم في كل أنشطتنا في عالم التداول اللامركزي. لو بصينا فوق في الشاشة هنلاقي 4 اختيارات أساسية بتنظم كل الوظائف الجديدة بالترتيب كده: My Tokens، وبعدها More Tokens، وبعدين My Liquidity Pools، وأخيراً More Liquidity Pools. التحديث مش بس كده، لا ده كمان فيه مميزات إدارة هايلة، وللمطورين بالذات في لينك الجيت هاب هيساعدهم يبنوا تطبيقات جديدة على شبكة باي. وطبعا ده في النهاية معناه إيه؟ معناه خيارات وفرص أكتر لينا كلنا كمستخدمين في المستقبل. ونيجي بقى لأكتر حتة شيقة ومستنينها، التداول نفسه. المنصة بتدينا طريقتين عشان نتداول العملات، طريقة اسمها سواب وطريقة اسمها DX Order. يلا نشوف ايه الفرق بينهم. تمام، تعالوا نقارن بينهم عشان الصورة تبقى واضحة. السواب أو المبادلة فورية دي عاملة بالظبط زي لما تروح تغير فلوس في المطار. العملية السريعة فورية وبتاخد السعر اللي موجود في السوق دلوقتي، دي ممتازة لو مستعجل. أما بقى الديكس أوردر فده أقرب لمزاد. يعني إيه؟ يعني بنحط السعر اللي على مزاجنا ونستنى حد تاني يقبل السعر ده. هنا التحكم في السعر بيكون في إيدينا. الموضوع مش بس تداول، لا، في كمان طريقة ذكية جدا تخلي العملات بتاعتنا هي اللي تشتغل وتجيب لنا مكافآت. يعني فرصة ممتازة إننا نعمل دخل إضافي من الأصول الرقمية اللي معانا. والطريقة دي بتتم عن طريق حاجة اسمها مجمعات السيولة أو Liquidity Pools. تخيلوها كده كأنها حصالة كبيرة مشتركة فيها عملات كتير. الحصالة دي هي اللي بتسهل عمليات البيع والشراء، وهي فعلا أساس التداول اللامركزي كله. طيب إيه الفايدة من المشاركة في المجمعات دي؟ أي حد بيشارك بياخد نسبة من رسوم التداول كمكافأة، والأحلى من كده كمان إن المشاركين ليهم القدرة إنهم يخلقوا أزواج تداول جديدة بنفسهم، يعني بيبقى ليهم دور حقيقي في شكل السوق نفسه. ممكن حد يسأل إزاي كل ده بيحصل من غير ما يكون في بنك أو شركة في النص؟ الحقيقة إن في مفهومين أساسيين ورا التكنولوجيا دي كلها. الأول هو صانع السوق الآلي أو AMM، والتاني هو المنصة اللامركزية أو DEX. خلينا نبدأ AMM. ده عبارة عن إيه؟ تخيلوه كأنه برنامج كمبيوتر ذكي جدا أو خوارزمية شغلتها إنها تظبط الأسعار بشكل أوتوماتيكي طول الوقت على حسب العرض والطلب. هو اللي بيضمن إن كل حاجة ماشية صح. والبرنامج الذكي ده AMM هو بقى الموتور اللي بيشغل المنصة اللامركزية أو الديكس. المنصة دي هي المكان اللي الناس بتتداول فيه مع بعض بشكل مباشر من غير أي وسيط، وده بيخلي التعاملات أسرع وأرخص وشفافة أكتر. ودلوقتي بقى الكورة في ملعبكم. كل الأدوات دي مفتوحة لكل البايونيرز عشان يدخلوا يجربوها على شبكة الاختبار. دي فرصة حقيقية عشان نكون من أول الناس اللي بتتعامل مع مستقبل التمويل. الرسالة الأساسية من الكور تيم واضحة: استغلوا الفرصة دي عشان تاخدوا على المميزات القوية دي. ادخلوا، جربوا، اتعلموا واغلطوا براحتكم، كل ده عشان نكون جاهزين للمستقبل اللامركزي. اللي شفناه ده مش مجرد تحديث عادي، دي طوبة أساسية بتتبني في مستقبل الاقتصاد الرقمي. والسؤال الأهم اللي بيفضل هو إحنا بقى هنبني إيه في اقتصاد باي؟ شكرا جدا لمتابعتكم.